ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسراء فتحي، ميك اب ارتست، والقناه بتاعتي بتهتم بالميك اب والسكين كير واي حاجه تخص البشره. النهارده هنعمل كده روتين للبشره، لان انا حرفيا بشرتي بقى لها فتره كبيره ما رطبتهاش ولا عملت لها اي ماسك او حاجه او روتين. فتعالوا بقى مع بعض وهنشوف هنعمل ايه النهارده. بصوا، انا اول حاجه هعملها هجيب سكراب، وهبتدي بقى ان انا اعمل سكراب كده على البشرة كلها وعلى شفايفي برضو بنفس السكراب. بجيب معلقتين سكر، وبتحطي، انا بصراحة بفضله بزيت زيتون، بحب زيت الزيتون قوي فيه، بس للأسف مش متوفر عندي فحطيت زيت جونسون. وطبعا زيت جونسون برضو حلو قوي. انا بقولك يعني لو انتي حابة تحطي اي زيت من عندك، يعني زي زيت جوز الهند، الحاجات دي ممكن تحطي منها. فانا بحب السكراب دوت عن السكرابات اللي هي بتبقى جاهزة. بس في بدايل، يعني في اللي هو برضو السكراب بتاع بوبانا دوت، مش غالي لو انتي مش حابة تعملي الحركة دي. انا ابتديت ان انا اوزعه كده على البشرة كويس. هتبتدي بقى ان انتي، بصوا، اهم حاجة ان السكر ما يبقاش الحباية الكبيرة الخشنة. انتي بيجيبي السكر الحبيبات الصغيرة، بحيث لما تيجي تعملي مساج او حاجة ما تجرحيش بشرتك ما تلتهبش، وبتخففي ايدك جدا وانتي بتعملي الحركات الدائرية دي، وفي نفس الوقت بتعملي برضو السكراب للشفايف وبتبقي ايدك خفيفة جدا. علشان ما تعوريش نفسك او تتجرحي او حاجة، او البشرة تلتهب اصلا. آه انتوا هتشوفوني هتحسوا ان انا بتك جامد على بشرتي، بس انا لا، ايدي كانت خفيفة. بس انا عشان بشرتي طبعا يعني مختلطة، وبالذات في الشتاء بقى بتبقى مختلطة ومايلة مايلة للجفاف، فبشرتي بتنشف جامد بيبقى فيها قشور وجلد ميت وكده. فانا بجد يعني في الشتاء بتعصب جدا من بشرتي، لاني مهما بحط لها مرطب وكده بجد بعاني منها. آه بس كده. السكراب ده حلو جدا، وطبعا انتي بتشطفيه بميه. ده البديل اللي انا بقولكوا عليه اللي هو بتاع بوبانا ده بالقهوة. وعايزه اقول لكم انتي بعد كده بتشطفي وشك عادي، بس ما تغسليش بغسول. وطبعا اللي انا هعمله ده كله انا ببقى غاسله بشرتي قبل منها كويس جدا بالغسول. بعد كده جبت حله ميه، مليتها ميه وخليتها تغلي على النار، وجبت فوطه بقى تكون نظيفه، وحطيتها في الميه وعصرتها نص عصره، وابتديت ان انا احطها على وشي عشان افتح المسام. بس الفوطة تكون نضيفة علشان ما يخشلكيش اي بكتيريا. طبعا بتعملي الحركة دي لمدة 10 دقايق. بس انا حبيت ان انا اعملها لكم كده اول مرة قدام الكاميرا، ومش حبيت ان انا اطول عليكم الفيديو. هجيب بقى الابرة بتاعت البذور دي، طبعا بتكون ابرة انتي اللي بتستخدميها مش حد تاني، وبتكون متعقمة كويس. و بتاخدي كده. بصوا، انا عندي عند ناحية الانف كده عندي بيبقى فيه دهون، لان انا بشرتي مختلطة، والحتة دي اللي بتتجمع فيها الدهون عندي. فانا بشرتي ما فيهاش بذور كتير. انتي طبعا لو في بذور فبتبتدي ان انتي تطلعيها، وبتتكي يعني الحركة دي لازم تتكي بيها كده عشان لو في اي بذور او حاجة تطلع معاكي. انا ما كانش عندي بذور بصراحة، وابتديت ان انا بس اشيل الدهون اللي حوالين الانف، وابتديت اعمل يعني اجرب يمكن حاجة تطلع معايا. وبصراحة مفيش حاجة طلعت معايا، هو بس اللي كان فيه دهون في المنطقة دي وشلتها. هي بتوجع شوية، بس يعني اتحمليها، لان هي بجد بتعمل افكت في الاخر حلو قوي. تمام كده. آه
بصوا انا ابتديت اتك جامد بس مفيش حاجة طالعة معايا وفي بقى في الابرة دي الناحية التانية بيبقى فيها سن، اوعي تستخدميه، في بنات بتستخدمها غلط وبتخرم بشرتها فده غلط جدا، اوعي تعمليها. بعد كده جبت بياض بيضة، بياض البيض بس مش البيضة كلها يعني، بياض البيض اخدته وجبت منديل وقطعته على 4/4 تقريبا، وبعد كده بوزعه على بشرتي. ده بقى بنستفاد منه بايه؟ لو في بذور زي يعني في بذور الابرة ما جابتهاش، السكراب دوت يعني مش السكراب سوري، الماسك دوت بيبقى زيادة تأكيد ان لو في اي حاجة الابرة ما شالتهاش هو بيشيلها، لانه بيشد على البشرة جامد. والمناديل بتحطيها بتساعد لما تيجي تشيلي يتشال معاكي، بتبقى عاملة شبه الشمع كده او يعني حاجة زي الشمع كده فبتتشد جامد. انا للامانه ما قعدتش بيه كتير لان انا كنت بجد فصلانه وبصور الفيديو متاخر جدا وكنت عايزه انام، فما قعدتش بيه. المفروض انك بتقعدي بيه نص ساعه تلت ساعه بالكتير، و يعني من تلت ساعه لنص ساعه بالكتير، اسفه. و انا ما قعدتش بيه كده، انا قعدت فيه بيه تقريبا بتاع 5 دقايق، يعني مجرد ان هو نشف وما نشفش قوي. ف يعني انتي تقدري تقعدي بيه المده دي من تلت ساعه لنص ساعه بالكتير، لحد ما تلاقي ان هو بشرتك اتشدت جامد منه وان المناديل نفسها نشفت خالص خالص خالص، عشان لما تيجي تشديه يطلع معاكي. تمام. انا بقيت بحط المناديل اي حاجة، بس انتي طبعا هتظبطيها متبقاش مكلكعة كده، لان انا زي ما بقولكوا انا كنت بجد تعبانة جدا وفصلانة وعايزة انام، و فكنت بنجز نفسي يعني. اهم حاجة بقى لما تيجي تعملي الروتين دوت، اوعي تعمليه بالنهار، اوعي. طبعا بالنهار هتكوني معرضة انك تقفي مثلا قدام النار تعملي اكل او حاجة، او بتعملي حاجة في البيت، بشرتك ما ينفعش ان هي تتعرض لاي نار، او مثلا تكوني بتنضفي حاجة او بتعملي حاجة انتي بتبقي لسه فاتحة المسام، فاي حاجة عملتيها مش هتستفادي منها. ده غير ان بشرتك هتلتهب وهيخش لها اتربة واوساخ وحاجات من كده. ب... يعني بداعي عنها لكل ده، اعمليه بالليل ونامي على طول. فاهميني؟ انك بتدي لبشرتك انها ترتاح. انتي بتعيدي تاني على بياض البيض كده على المناديل، ببياض البيض على المناديل عشان يمسك معاكي كويس. لو حسيتي انك محتاجة لكده وان المناديل ملقتهاش ان هي اتشربت كويس فبتعملي الحركة دي. تمام كده يا بنات، يا رب قادرة ان انا اكون بوصل لكم المعلومة صح، وان اللي انا بقدمه يكون فايدكم وانك بتستفادوا مني، ويا رب الشرح يكون خفيف عليكم وسهل وبسيط. هيكون ان شاء الله الفترة الجاية في فيديوهات كتير للبشرة وكده، وهندلع البشرة سوا وهنعمل حاجات كتير قوي، بس انا عايزة ادعمكم لان بجد محتاجة ادعمكم جدا. انتي هتقعدي بالماسك دوت بتاع حوالي زي ما قلتلك تلت ساعة او نص ساعة بالكتير. بصوا انا ملحقش ينشف على بشرتي حرفيا، آه، فبدأت ان انا اشيل. المفروض بقى ان انتي بتسيبيه اكتر من كده عشان ينشف خالص ويشد البشرة قوي. فوائد بياض البيض ان هو بيشد البشرة معاكي، بيديها زي كولاجين، فحلو جدا. جبت بقى مية موارد كده وابتديت ان انا ارشها على بشرتي كويس عشان تقفل اي مسام. انتوا هتلاحظوا الفرق واحدة واحدة. وبعد كده جبت جل الصبار وهفرده كده على البشرة عشان هعمل بيه الشيفنج. ما تعمليش الشيفنج على بشرة جافة، احط لها يا مرطب يا اما جل صبار وابتدي استخدميها.
وياريت يفضل ان الشيفنج تبقى الاصلي يا بنات، علشان في بنات كتير تقولك عادي الاصلي زي الكوبي. لا طبعا الاصلي مش زي الكوبي خالص، الاصلي حاجة والكوبي حاجة تانية. اي نعم هما مش مفرقين ما بينهم ان حتى يدوكي ان تعرفي مين ايه الاصلي وايه الكوبي، بس خليكي حريصة جدا وتجيبيها من عند حد مضمون. هي سعرها بيبتدي من اول 50 لحد 100، معرفش بصراحة في اعلى من كده ولا لا. انا بستخدم الشفرة الواحدة 3 مرات، يعني هي هتقعد معاكي فترة حلوة. وفي بنات تقولك لا دي بتخدر وبتطلع شعر زيادة وكده وشعر خشن وكده، لا خالص، هي مش مكنة حلاقة على فكرة، دي مخصصة بالحاجة اللي هي بتعملها. وهي حلوة جدا، انا ما بستغناش عنها بصراحة، لان غير كده انا بعمل هي كمان بتشيل الجلد الوبري، مش بتشيل مجرد الشعر بس، لا هي بتشيل كمان الجلد الوبري اللي في البشرة، يعني بتدي فرق كبير جدا. وانتي لما بتيجي تستخدميها بتستخدميها عكس اتجاه الشعر عندك، يعني ما بتجيبي عكس اتجاه الشعر علشان ما يطلعش معاكي بسرعة او ما يطلعش معاكي اللي هو واقف مجدر. وهعمل برضو حواجبي انا، يعني مجرد ما بنضف حواجبي كده من حواليها بس وبظبطها انا، يعني ولا برفعها ولا باخد منها بقصر، انا بشيل الزيادة بس. وطبعا زي ما انتي حابة بتعملي حواجبك ازاي فهتعمليها بالطريقة اللي انتي حباها. بس عايزة اقولك على حاجة، لو انتي مش متمكنة انك تمسكي الشيفنج اوعي تعمليها، لان ساعتها هتعوري وشك. وبعد كده جبت مية الوردة تاني وحطيتها علشان بحب احط بعد الشيفنج مية وردة عشان ترطب معايا البشرة شوية، وتهديها معايا لاني بحس بحرقية كده بسيطة قوي، فبحب ان انا احطها ترطبلي البشرة شوية. وبعد كده مسحت اي زيادة. طبعا انا بعد اي حاجة بعملها بقوم اشطف وشي بس مش بغسلها بغسول، بشطف وشي بمية بس. اسفة على المنظر لان بجد صعب اوي انك تعملي ماسكات او حاجات من دي وانتي لابسة طرحة، فاسفة على البهدلة دي. وبعد كده جبت الماسك بتاع النيلة الزرقاء، هو اسمه كده، انا مش بخترع ولا بتريق، هو اسمه النيلة الزرقاء. هو حلو جدا، بيعمل توحيد كده للبشرة وبيديها، يعني اول ما بتحطيه وتيجي تغسلي بيخلي البشرة، بيفتح البشرة. وهو فيه زي حبيبات كده برضو وبتيجي تعملي لها برضو زي مساج كده فبتبقى حلوة قوي. انا وزعته كده على البشرة كويس وهسيبه 10 دقايق وهغسله برضو بمية بس. بصوا الفرق فظيع حلو قوي. بصوا بقى الشيد ماسك دوت، انا بالامانه اول مره اجربه، مجربتوش قبل كده خالص. بس هو حلو قوي. لقيت يعني اول ما بتحطيه كده بيدي سقعيه حلوه للبشره، يعني السقعيه دي كنت حاسه بانتعاش كده فظيع. ده غير ان هو بيرطب البشره حلو قوي. بصوا اللي عجبني فيه بقى ان اللي بيبقى فيه كده زي لزقه، هي مش لزقه، بيبقى فيه زي كفر كده تقدري انك تحطي الماسك كويس على بشرتك. دي احلى حاجة عجبتني فيه بصراحة، ان هو فيه كده زي كفر بيظبطلك الاول الماسك وبعد كده بتشيليه. ابتديت ان انا اظبطه كده على الوش كويس. انا بصراحة حبيته قوي، انا كنت اول مرة اجربه. هو بالالوفيرا، بس هو حلو قوي، يعني حلو بيرطب كويس
وحلو جدا، حسيت ان هو بيدي لمعة كده برضو حلوة. ده كفاية بس السقعية بتاعته بجد يعني بتديك انتعاش كده. انا كمان جربته في الشتاء، يعني ما بالك لو جربتيه في الصيف هيبقى احساس حلو. هو ده شكله يا بنات. ان انا بصراحة اول مرة اجربه بس عجبني. قبل ما بشيله كده لما بحس ان هو خلاص بقى ابتدى ينشف كده على البشرة، بعمل كده زي مساج كده، بمشي ايدي شوية كده على البشرة وهو عليها، بعد كده بشيله. وفي حاجة، انا الشيت ماسك لو بيبقى فيه مثلا زيادة من السيرم والحاجات اللي فيه في العبوة بتاعته، انا مش برميه بصراحة لان هو بيبقى استعمال شخصي انا بس اللي بستخدمه، فبحطه تاني في الكيسة بتاعته يشرب برضو من نفس البرودكت اللي فيه، وبعمله بعمله مرة تانية، يعني بحطه مرة تانية. بقعد اعمل زي مساج كده، الحركة دي بتبقى حلوة قوي برضو. بصوا اصلا فظيع، بيدي لمعة كده حلوة قوي. تقريبا كنت بنام لان بجد كنت فصلانة خالص، يعني تقريبا بصور الساعة 5. فبجد كان متعب جدا. بعد كده هجيب السيرم بتاع فارماسالي دوت، حلو قوي ده بالفيتامين سي، وحلو قوي بيغذي البشرة. وهو ابتدى تقريبا يخلص اصلا مني لان انا بستخدمه من حبي فيه يعني، وبستخدمه على فكرة قبل الميك اب كبديل برايمر لانه برضو بيقفل المسام معايا، فهو حلو قوي. البشرة فيها اختلاف فظيع بجد، انا كنت محتاجة الفرق ده لان انا بشرتي كانت بجد متدمرة. شلت العدسات بقى علشان خلاص يعني هحط المرطب دوت هنام خلاص. اخدت بقى الاتنين دولت بتاع بانسينول. طبعا بنسلول مش للبشرة بس، ده للشعر، وبعد ما تعملي الباديكير بتحطيه، فظيع للرجلين، بيخلي رجلك شبه البيبي. وطبعا لانه ترطيبه عالي ومش غالي، تقريبا بيعمل 15 جنيه. وخدت معاه المرطب التاني دوت بتاع بيبنسين تقريبا، هبقى اكتب لكم اسمه. فهو حلو قوي برضو. وبكده اكون رطبت بشرتي كويس قوي وغذيتها كويس قوي، لان هي كانت محتاجة كده بجد. والروتين دوت تقدري تعمليه كل شهر مرة حتى. فبجد بيفرق معايا جدا وهيفرق معاكم لو جربتوه. وبس كده كده الفيديو يكون خلص، بس برضو مش هنسى ان أنا ارطب شفايفي بالمرطب بتاع اماندا او اي مرطب انتي بتبقي حباه او بتفضليه. آه بس كده، والفيديو كده هيكون خلص. ولو عجبكم الفيديو متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. ولو بيعجبكم المحتوى بتاعي اللي بقدمه وبتستفادوا منه، قولولي في الكومنتات. ولو عايزين اي حاجة قولولي وانا هعملها لكم. اهم حاجة ان انتوا تدعموني وان انا اكون بعرف اوصل لكم المعلومة كويس. باي باي.